الوصفه ديالنا اليوم كيحماق عليها الكبير والصغير، كسكسو بالتفايه بطريقه ديال التقديم زوينه وبمراحل اللي سهله بزاف. وكناخذوا قصريه كنديروا فيها الكسكسو ديالنا. الكسكسو على حسب الاشخاص او على حسب الافراد ديال العائله كنلبسوا بالزيت لو سيور مزيان وكنزيد ليه الماء من بعد. بالنسبه للماء فحاولوا انكم تسقيوه مزيان بالماء، وبالنسبه ليا فالكسكسو كنطيبوه اولا كنفورو 3 ديال التفويرات كاملين. ومن بعد غادي ندوزو نوجدو التفايه كناخذ بصيله اللي مقطعه جنيوحات، كندير لها نص كاس ديال زيت لو سور ونخليها حتى كتشحر مزيان وطيح. كنزيد لها الزبيب اللي كيكون مرطب والعطريه، وباش كنعسلوها كنزيدوا لها السكر. ومن بعد غادي ندوزو نوجدو الدجاج. كناخذ الدجاج، بصيله، العطريه، زيت لو سور اللي غنيه ب3 ديال الزريعات واللي 100% طبيعيه، وكنخليهم حتى كيطيبوا. بالنسبه للطريقه ديال التقديم كل واحد يقدمها بالطريقه اللي بغا. كندير هكا شويه ديال الكسكسو في المول ديال الكيك، كنحاول انني نديمو ليها وكنسقيها هكا بشويه ديال لاصوص ديال الدجاج، وكندير الطبقه الثانيه ديال الكسكسو كنحاول انني نفينيها وكنعاود نسقيها بشويه ديال المريقه ديال الدجاج. كنحط الفخيضات ديالي ديال الدجاج وكنحط حداهم التفايه، وكنحاول انني نزوقهم هكا بشويه ديال اللوز اللي كيكون ايفيلي من الفوق. هاد الطبق كيجي لذيذ بزاف، كيحمق عليه الكبير والصغير، وبيان سور هماوي. ما بقى ليا غير نقول لكم بالصحه والراحه.